كل الأحلام اللي غيرك بيحلم بيها وبيتمناها انت حاططها جوه ملف مكتوب عليه كلمة عادي، ورميها في آخر درج في عقلك، الدرج اللي ايدك ما بتوصلوش ولا عينك بتشوف اللي جواه. احمد ربنا على نعمة العادي. السلام عليكم. قريت زمان قصة عجبتني قوي. مرة يا سيدي وزير مهم جدا كان راكب حصانه ومعدي بالموكب بتاعه، وكل أهل البلد والفلاحين اللي بيعدي عليهم كانوا بيسيبوا اللي في إيديهم أول ما يشوفوا الموكب ويقفوا احتراما للوزير، لحد كده ما عدى على راجل هدومه مقطعة وحالته معدمة، بس قاعد وحاطط رجل على رجل بمنتهى القلاطة اللي في الدنيا. الوزير تواضعا منه يعني سلم على الراجل ده، يظهر إنه كان وزير طيب زي الفنان رشوان توفيق في جلباب أبي. الراجل التنك بقى مش يحمد ربنا إنه ما تعاقبش على القعدة اللي قاعدها قدام الوزير، لا ده كمان سقع له، ما ردش عليه السلام. الوزير استغرب جدا وقال لنفسه هو أنا اللي مش مسيطر ولا الراجل ده اللي غلبان في دماغه؟ انت يا راجل انت ازاي ما تردش عليه السلام؟ الراجل بصله من فوق لتحت كده وقال له ما بردش على حد أقل مني. الوزير استعجب، قال له انت عارف أنا مين؟ أنا الوزير. الراجل قال له ومالك فرحان قوي كده؟ إيه يعني وزير؟ انت لسه قدامك كتير قوي علشان تبقى في نفس مستوايا. الوزير قال له ليه يعني؟ هو حضرتك تبقى مين؟ الراجل قال له أنا مش هقولك أنا مين، لكن هسألك كام سؤال كده هتعرف من إجابتهم إن لسه بدري عليك علشان تبقى في نفس مستوايا. الوزير قال له اسأل يا سيدي وخلصنا عشان موقفين الطريق والحصان بتاعي ماشي في حارة النقل التقيل. الراجل قال له انت دلوقتي بتشتغل وزير، لما تترقى شوية هتبقى ايه؟ قال له هبقى كبير الوزراء. قال له لما تترقى شوية كمان هتبقى ايه؟ قال له هبقى كبير الخاصة الملكية. قال له بعد كده؟ قال له هبقى الملك. قال له بعد كده؟ قال له هبقى الامبراطور وهحكم نص العالم. قال له بعد كده؟ قال له هحكم العالم كله. قال له بعد كده؟ الوزير قال له ايه يا عم وبعد كده ايه يعني؟ بعد كده ولا حاجة. الراجل قال له اهو محسوبك بقى دلوقتي ولا حاجة. القصة دي على قد ما هي مضحكة وراها فلسفة مهمة قوي، وجواها سؤال وجودي تقريبا. هو مين الشخص الغني اللي معاه كام يعني؟ نقول 1,000,000 جنيه؟ طب ما هو الشخص اللي معاه 1,000,000 جنيه لما يقعد مع حد تاني معاه 100 مليون هيحس إنه فقير وهيتعامل على إنه فقير، واللي معاه 100 مليون في سهرة مليارديرات يعني هيبقى هو الغلبان بتاع القعدة. وحتى الملياردير ده نفسه عنده ناس بيقارن نفسه بيهم طول الوقت وبيطلع من المقارنة دي خسران. إيه نهاية السبق ده؟ فين نقطة الوصول؟ الحقيقة المؤسفة إن مفيش نقطة وصول، والسبق ده هيفضل لا نهائي لو الإنسان محطلوش نهاية. عارف إيه هي النهاية الوحيدة والمنطقية للسبق ده؟ الرضا. لما ترضى مش هتحس أبداً إنك محتاج حاجة، وبالتالي مش هتحس إنك فقير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أغنى إنسان في الدنيا ما قالش صفات صعبة ولا مستحيلة، بالعكس اتكلم على حاجات عند 90% مننا تقريبا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لما تصحى الصبح مفيش حاجة بتوجعك، ولادك وأهل بيتك بخير، ما فيهمش حد عنده مشكلة، وفي تلاجتك أكل النهاردة بس، مش أكل الأسبوع كله ولا الشهر كله، ولا عندك رصيد في البنك يأمن حياتك لمدة 20 سنة. لا، كل ده مش مهم، المهم أكل النهاردة وبس. لما تصحى في يوم محقق الشروط دي، إنسان عادي يعني، انت كده كأنك ملكت الدنيا كلها. احنا بقينا في زمن الاكستريم، محدش عايز يشتغل شغلانة عادية، ولا عايز يعيش حياة عادية، ولا عايز يكون إنسان عادي. كلمة إنسان عادي نفسها بقت تصنيف جارح وعلامة لعدم الجودة، ولما بنقول فلان ده إنسان عادي احنا تقريبا كده بنشتمه بس بطريقة مهذبة، مع إن العادي ده نعمة لو أدركناها
هنحمد ربنا عليها ليل ونهار. ماله الإنسان العادي؟ جسمه عادي يعني مش فورمة؟ طب ما هو حلو، احمد ربنا عليه وادعيه إنه لا يبتليك فيه بالخير أو بالشر. ما هو الابتلاء يا جماعة بيجي على الناحيتين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مالها البنت العادية؟ مش صارخة الحسن يعني زي جميلات السينما المصرية؟ طب ما هي زي القمر، دي صنعة ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا بيعمل حاجة وحشة؟ شغلك العادي مش مضايقك؟ طب عايز تعرف إنه حلم آلاف الشباب اللي في نفس كفاءتك أو يمكن أعلى ومش لاقيين الشغل ده؟ زوجتك العادية مش كفاية بالنسبة لك؟ طب ما فكرتش فيه كام راجل بيحلموا ببيت مستقر وإنسانة تشاركهم حياتهم، والحلم ده صعب عليهم بقى لأسباب مادية أو صحية؟ أكلك العادي اللي بتشتريه بفلوسك أحسن ولا لما تستنى حد يعطف عليك؟ أنا مش بقول إن الطموح حرام أبداً أو التطلع للأفضل ممنوع أبداً، أنا بس بقول بلاش في سكة طموحنا ندوس على نعمة كبيرة جداً اسمها نعمة العادي. الزمن يا جماعة متقلب قوي، وياما ناس لفت بيهم الدنيا ودخلتهم في أحداث خلتهم يتمنوا إنهم يرجعوا لحياتهم العادية ولو ليوم واحد. فيه ناس كتير جدا حوالينا كل اللي بيحلموا بيه إنهم يعيشوا يوم واحد بس عادي، يصحوا من النوم يشتغلوا أي شغل، ياكلوا أي أكل، وبالليل يناموا في أي مكان. اسأل إخواتنا ربنا يشفيهم يا رب ويعفي عنهم مرضى السرطان، نفسكم في إيه؟ هيقولوا لك يوم واحد بس من غير ألم. اسأل أهلنا ربنا ينصرهم ويرفع عنهم البلاء، سكان أي بلد واقع عليهم اعتداء، نفسكم في إيه؟ هيقولوا لك ليلة ننام فيها آمنين ومش خايفين من أصوات الطيارات والصواريخ، الليلة عادية يعني. اسأل أي حد فقد أب أو أم كان بينتقدهم في حياتهم، نفسك في إيه دلوقتي؟ هيقول لك نفسي يرجعوا لو ساعة واحدة. كل الأحلام اللي غيرك بيحلم بيها وبيتمناها انت حاططها جوه ملف مكتوب عليه كلمة عادي ورميها في آخر درج في عقلك، الدرج اللي إيدك ما بتوصلوش ولا عينك بتشوف اللي جواه. احمد ربنا على نعمة العادي، والله ما فيش أجمل من الحياة العادية اللي ما فيهاش مفاجآت ولا تقلبات، الحياة اللي ماشية على وتيرة واحدة، اللي انت وانا بنسميها حياة مملة يعني، لكن لو اديناها حقها هنقول عليها حياة مستقرة. عارف المعدن اللي مشكوك فيه هو دهب ولا مش دهب بيختبروه ازاي؟ بطرق كتيرة قوي، بالمغناطيس أو بحمض النيتريك، بإنهم يغطسوه مثلا في المية ويشوفوا هيغطس بسرعة ولا لأ. بس في طريقة قاسية جدا بتتساب للآخر، الطريقة دي بتحتاج إنهم يعرضوه للنار. الإنسان برضه بيمر بمراحل اختبار كتيرة قوي علشان يكتشف بنفسه إنه عايش في نعمة. لو ما اكتشفش بعد ده كله للأسف ربنا بيوصله للمرحلة الصعبة، مرحلة سلب النعمة دي أصلا، علشان يحس بالفرق. ربنا ما يختبر حد فينا أبدا يا رب. والإمام الشافعي قال: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. وكل سنة وانت طيبين.